بغينا اولا نشكر جميع المشاركين في هذه الوقفه التضامنيه من جمعيات حقوقيه، من جمعيات نقابيه، من جمعيات مدنيه، من شخصيات، من احزاب سياسيه. كنشكر الجميع على هذه المسانده هذه، على المساهمه ديالهم معنا. بغينا ناكدوا على انه الهدف ديالنا وهو اننا رفضوا كل اشكال التشريد والاحتجاج والتعسف اللي مارست الاداره على العمال وعلى الصحفيين. الهدف ديالنا اطلاقا باش يلمس باي حد، ولكن الدفاع عن الحقوق ديالنا. بغينا ناكدوا على ان هذه الوقفه الثانيه من نوعها بالنسبه لماروك سوار هي كتشكل خطوه ثانيه من اشكال الاحتجاج. حنا هذه اولى خطوات احتجاج، وما يمكنش اطلاقا اننا نسكتوا على الحقوق ديالنا. هذا ماشي معناه باننا كنغلقوا ابواب الحوار، بالعكس حنا الابواب ديالنا مفتوحه للتفاوض الجماعي لما فيه مصلحه العمال والتقنيين والاجراء والصحفيين. غير هي حنا بالطبع كنتسناو الخطوات ديال الاداره اللي هي مطالبه انها تحترم الحقوق، تحترم جميع الانظمه، وتحترم القانون اللي كينظم الشغل. وبالطبع مطالبه على انها تعطي قيمه وتحترم النقابات وتحترم المكاتب النقابيه. كان تعسف كبير علينا طيلة هاد السنتين اللي جات هاد الإدارة الجديدة. ملي جات هاد الإدارة الجديدة سنتين هذه ونحن نعاني في صمت. اليوم تنديروا هذه الوقفة احتجاجية لأن ضد الإدارة من أجل حل مشاكل القائمة، هي تشريد العمال والعاملات والصحفيات، لأن كان عدم القيام بالمسؤولية بجدية، وكان الناس اللي دابا حاليا تتعاني مشاكل كبيرة في الوسط ديال ماروك سوار. الحقره هذه اللي سهلوها على الناس وجاوهم الناس بساط، هما باغيين يبقاو في الابراج، جاو من الحضيض وداروا راسهم في برج وحنا تنبانوا لهم هنا بحال ما عمرنا ما عطينا والو. منا اللي 28 عام، منا الاقل سنوات اللي داز اقل واحد فينا اللي مطرود عنده 20 سنه، والناس عندهم 28 وخارجين بعاهات مستديمه. اللي درنا حنا اليوم حاليا تنبينوا الاداره كرساله تنوجهها الاداره ديال ماروك سوار باش تحل المشكل مع يكون نقاشي وجاد مسؤول وعن طريق القانون والمدونه ولما يرضي الجميع، وبالخصوص العاملات والعاملين داخل المؤسسه او تقنيين او صحفيين اللي قضاو زمن طويل في المؤسسه، اللي عطاو وكاين الناس اللي هما خدامين دابا من هاد المستخدمين اللي ابائهم خدموا وعطاو للشركه وبقاو الابناء ديالهم. اذا بعشيه ضحى يصبحوا المستخدمين والمستخدمات الصحفيين تصبحوا على المجتمع بايعين للشارع بادنى ثمن. هذا غير معقول وغير مسؤول، لان
جميع القطاعات ما في القطاع ديال الطباعه لو كاين مشاكل او هذا، لان اعاده الهيكله او اقتصاد مساله اقتصاديه هذه ازمه مفتعله وتنقولها بالواضح.